لقيت واحد الخبر محزن من عند فاطمه الزهراء اللي خلاني تقلقت شي شويه وخلاني راجع وانا الاعصاب ديالي متوتره وغادي على اعصابي والله. دابا ما نقدر نقول والو، ما نقدرش نسبق الاحداث، ولكن دعيو معايا راني غادي في واحد المهمه اللي صعيبه بزاف. ما علينا ما بينا حتى اتصلت هي فاطمه الزهراء، اتصلت بينا وجا داك الخبر، يعني ما عجبناش لا انا ولا لبنى، ولكن ما عندنا ما نديرو. اللي كتب الله دابا هو هذا، شويه الصبر، وانا ما غاديش نسكت وما غاديش ننزل يديا، غادي ندير ما في جهدي وغندير داكشي اللي قديت عليه. هادشي اللي كتب الله اخوتي العزاز، ما عندنا ما نديرو. اللي خطير فوقاش عيطوا لك للمدرسه ادوي، فوقاش عيطوا لك للمدرسه، وانا راني مشيت للمدرسه وقالوا لي فوقاش عيطوا لك، حيت راني مشيت للمدرسه. انا مشيت نهار اللي كان عند بنتي، المهم ما بغيتش نعاود على داكشي ديالها، كيبقى ديالها داكشي خاص بها. انا عيطوا لي حتى انا للمدرسه ومشيت عندهم. منين انت ما استجبتي لهمش وما مشيتيش انت عندهم، حيت هما عيطوا لك وما مشيتيش عندهم، كنتي انت مازال فاس، مازال ما سافرتيش وما مشيتيش عند المدرسه، انا ولاو عيطوا لي انا ومشيت عندهم. مشيت عندهم صافي، فكينا المشكل الحمد لله، ما كاين حتى حاجه، مريضنا ما عنده باس. كيوقعوا راكم عارفين التنمر في المدرسه، ها قال لي انا قلت له، انا قال لي، كيقول لك جيبي والديكم، جيبوا اولياء امركم، انت جيب ولي امرك، انت جيبي ولي امرك، وباش كيقول لك باش ما كيبقاش ديك الحساسات بين التلاميذ، باش التلاميذ كيعرفوا بان راه عندهم اساتذه صارمين ما كيبغيوش الشوشره لا في القسم ولا في المدرسه، وتيديروا لهم راكم عارفين الترابي بالعربيه. فانا مشيت حليت المشكل، هادي مريضنا ما عنده باس، البنيته الحمد لله راه كتقرا كتمشي للمدرسه، مشات عند صاحبتها، وانت سيدي منين عيطوا لك مشيتي قبلت الطريق كتغني كاظم الساهر وعايش الحياه.